مساء الخير. النهارده هنتفرج مع بعض على الانبوكسنج بتاع موبايل اوبو اف 3. الموبايل بقاله اسبوع في مصر تقريبا، احنا النهارده 26/8. الموبايل تقريبا بقاله اسبوع في مصر. وانا اشتريت الموبايل النهارده من رايا. الموبايل كان سعره 5600 جنيه، وده تقريبا نفس السعر اللي موجود على سوق دوت كوم وعلى جوميا، هو نفس السعر في مصر. ودي اول مره الموبايل بالمناسبه يبقى سعره ارخص من الامارات ومن بلاد عربيه تانية زي المغرب مثلا. الموبايل سعره في الامارات تقريبا 6150 جنيه مصري، وفي المغرب اكتر شويه حوالي 6400 جنيه. فلاول مره الموبايل يكون في مصر، او يكون في موبايل في مصر سعره ارخص من دول عربيه تانية، وده شجعني اكتر ان انا اجيب الموبايل واشتريته النهارده من رايا. دي الشنطه بتاعته، والموبايل اهو اوبو اف 3 سيلفي اكسبرت. طبعا هو واخد السمعه بتاعته ان هو سيلفي موبايل او احسن موبايل للسيلفيز حاليا، ولكن ده ما كانش السبب اللي انا اشتريته عشانه بصراحه. هنتكلم اكتر وانا بعمل له انبوكسنج. دي الكفر الخارجي، ودي العلبه بتاعته اوبو مكتوب على الناحيتين وعلى الناحيه دي كمان. العلبه شكلها شيك بصراحه، يعني انا اتفاجئت بالكواليتي بتاعت الموبايل. انا طول عمري كنت ايفون يوزر، دي اول مره يمكن استخدم موبايل اندرويد، واللي شجعني حاجات كتير قوي في الموبايل ده. اول ما فتحنا الصندوق ادي الموبايل بتاعنا محطوط في الكفر، هنبص عليه بعد كده. تحت الكفر الاولاني في هنا الكفر بتاعه، وفي شوية ليفلتس وبوكلت والضمان بتاعه. الظريف ان هم في رايا قالوا لي ان اوبو من الشركات اللي جت فتحت في مصر ما لهمش وكيل او حاجه، فالضمان بيكون دايركتلي مع اوبو نفسهم، ودي حاجه تطمنك اكتر ان انت في صيانه او في خدمه ما بعد البيع محترمه بعد ما تشتري الجهاز. في كمان مع العلبه السماعات، وفي كمان الشاحن بتاعنا. شكل السلك بتاعه طويل، الشاحن اهو. هنتفرج على الحاجات دي كلها واحده واحده. هي دي اللي بدور عليها. هم مقلدين يمكن الايفون في الحركه دي، عاملين برضو البين عشان تدخل السيم كارد والميموري كارد، بس على شكل الاو بتاعت اوبو. شكلها شيك بصراحه. هنرجع للموبايل نفسه. الموبايل مسكته حلوة بصراحة، يعني الكواليتي أحسن مما تخيلت. هم لازقين كفر أو سكرين بروتكتور على السكرين بتاعة الجهاز مباشرة، أنت مش محتاج تروح إن أنت تلزقها في حتة تانية أو تروح لمحل يلزقها لك تطلع بقى كويسة أو لأ. هو اوريدي جاي بالسكرين بروتكتور ملزوق على الجهاز، والجهاز يمكن شبه الايفون قوي، يعني هم عاملين لون كده جولد او روز جولد يمكن. الكاميرا بتاعتنا طبعا ورا، والفلاش، وعاملين الفوليوم بوتنز على الجنب، فوليوم اب وفوليوم داون. على الناحية تانية عندنا الاون واوف، وعندنا المكان بتاع السيم كاردز. الموبايل طبعا ديوال سيم، وبياخد كمان ميموري كارد في نفس الوقت. ومن قدام اللي بيميز الموبايل الكاميرتين، الكاميرا الفرونت كاميراز بتاعته كاميرا 16 ميجا بكسل وكاميرا 8. وعندنا السماعة وده السنسور، وطبعا هنا الهوم بوتن اللي هو عبارة عن سنسور برضو للفينجر برينت. ومن تحت هم بس مغيرين عن الايفون مكان السماعات والهيدفونز مختلفين، في الايفون بيكونوا العكس. وهنا مكان الشاحن. تعالوا نعمل ستارت للموبايل. عمل فايبريشن بسيط، ودي اللوجو بتاع اوبو.
الصراحه اللي خلاني اغير لموبايل من ايفون للاندرويد ان انا كنت محتاج اول حاجه موبايل يكون فيه 2 ميموري كاردز. تاني حاجه كنت محتاج حاجه يكون فيها ميموري اقدر ازودها. الايفون بيجي برضو بعد وقت لان الميموري بتاعته اتملت على الاخر، ما بتقدرش ان انت تزود الميموري، فبتحتاج موبايل يكون فيه ميموري اكبر. خلينا نختار اللانجوج. انا هختار انجلش وهندوس نيكست وهنختار البلد. بصراحة الريزوليوشن بتاع الشاشة حلو جدا، الفونت نفسه شكله شيك جدا. دي الواي فاي نتورك. هنكتب بسرعة الباسورد وهندوس كونكت. وعمل كونكشن بسرعة جدا. عشان نعمل فينجر برينت. وده الانترفيس بتاع الموبايل، جميل جدا. من الحاجات اللي موجودة فيه برضو اللي سمعت عنها وفعلا موجودة ان الموبايل حاجات كتير قوي فيه شبه الايفون. السيتنجز وكالكوليتر نفس الشكل تقريبا. الموبايل سريع جدا. ده كان الانبوكسنج بتاع الموبايل. دلوقتي بعد ما عملنا انبوكسنج للاوبو اف 3 هنتكلم شويه عن مواصفات الجهاز اللي موجوده. اول حاجه هنبدا بيها هو الدايمنشنز والوزن بتاع الجهاز. الجهاز زي ما احنا شايفين كبير شويه، ولكن في ايدينا مش حاسس ان هو صعب ان انت تمسكه بايد واحده، لا سهل جدا، سهل قوي ان انت تتعامل مع الابليكيشنز اللي موجوده بايد واحده. الحجم كويس. الجهاز نفسه حوالي 15 سنتي في 7.5 سنتي. السمك بتاعه حوالي 7 ملي، وده يعتبر حاجه رفيعه جدا. الوزن بتاع الجهاز حوالي 153 جرام. وزنه خفيف جدا في الايد، انا مش حاسس بيه. يمكن انا كان معايا الايفون 5 والايفون 6 كان وزنهم اكتر من كده، مش عارف دي حقيقة ولا لا، بس في ايدي حاسس لا ان الجهاز ده اخف منهم بكتير. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها دلوقتي الشاشة بتاعت الجهاز. الشاشة دي الفول هاي ديفينيشن، الريزوليوشن بتاعها 1920 بكسل. الحاجة التانية اللي اوبو عاملاها في الشاشة دي ان هم مخليين الثيكنس بتاع الشاشة او سمك الشاشة 25% اقل من الشاشات اللي كانت موجودة في موبايلاتهم القديمة، او يمكن بيقارنوها بموبايلات تانية. بيقولوا ان سمك الشاشة الرفيع ده بيسمح بان الضوء اللي خارج من الشاشة يكون اقوى وما بيعديش على سمك اكتر، وبالتالي ان الشاشة دي بتطلع ضوء حتى في البرايتنس بتاع الشمس، او لو في ضوء الشمس او في اضواء حواليك، لو في حواليك ضوء جامد تقدر تشوف احسن مع السمك بتاع الشاشة الاقل. الموضوع ده لسه ما جربتش الموبايل في الضوء الطبيعي بتاع النهار، بس واضح من البرايتنس بتاع الشاشة اللي احنا شايفينه دلوقتي ده ان الموضوع ده هيبقى حقيقي. الديسبلاي كمان بتاعنا 5.5 انشز. الحاجة التانية اللي اوبو عملوها ان هم مقللين البازل او الحروف بتاعة الشاشة، مقللينها الى اقصى حد ممكن، يعني هم حوالي 2 ملي في كل اتجاه. بالكاد تقدر تشوف ان في حز للشاشة او البازل زي ما هم بيقولوا. الحاجة التانية اللي بتميز الشاشة بتاعة الموبايل الاوبو اف 3 ان هو معمول من الكورنينج جوريلا جلاس 5، واوبو بتقول ان ده من اقوى انواع الازاز اللي موجود على موبايل من الموبايلات في السوق حاليا، وبالتالي بيسمح ببروتكشن كويس للشاشة. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها هو السنسور بتاع الفينجر برينت،
وهو واحد من اسرع السنسورز اللي موجودة في العالم في الموبايلات. مجرد ما بنلبس الموبايل لمسة خفيفة جدا السكرين بتاعت الموبايل بتنور او بيفتح اللوك سريعة جدا. نجربها تاني. قمة السرعة هما بيقولوا ان هي 0.2 ملي سكند. الزرار نفسه بتاع او السنسور نفسه بتاع الفينجر برينت ما هواش زرار، هو مجرد سنسور بالضغطة الخفيفة بيفتح، مفيش زرار حقيقي يعني موجود. يمكن حاجة تانية او الحاجة الميجر اللي الناس كلها مستنيانا نتكلم عنها هي الكاميرا اللي موجودة في الموبايل. هنبدأ بالكاميرا الخلفية بتاعتنا. الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل ومعاها الفلاش. الكاميرا الأمامية هي الشيء الجديد اللي موجود في الموبايل بتاعنا النهاردة، لأن هي مش كاميرا واحدة، هما كاميرتين. الأول سيلفي كاميرا أو اللي هما بيسموه الموبايل باسمها ان هو سيلفي اكسبرت أو خبير السيلفي. الكاميرا الأمامية أو الكاميرا الأولانية في الكاميرا الأمامية هي كاميرا 16 ميجا بكسل. الكاميرا التانية بتاعتنا كاميرا 8 ميجا بكسل وهي وايد فيو انجل، ومعمولة خصيصا من شركة سوني للموبايل ده. في فيديو تاني هنتكلم او هنتفرج على الريزوليوشن بتاع التصوير بالكاميرات دي كلها. يمكن المميزات اللي موجودة كمان في الكاميرا بتاعتنا او واحنا بنصور ان احنا عندنا تصوير فيديو بفول هاي ديفينيشن او 4K، وعندنا فيس ديتكشن، وعندنا اوتو فوكس، وعندنا ال LED فلاش زي ما قلنا. الجيو تاجنج بمعنى ان انت لو اخدت صورة في مكان الموبايل اوتوماتيكلي بيعرف انت اللوكيشن بتاعك فين وبيحط الصورة دي على الخريطة. فيها التاتش فوكس ان انت تقدر تعمل فوكس بصباعك، تزود وتقلل البرايتنس. يمكن الحركة دي موجودة في الايفون واحنا عارفينها من قبل كده. كل ده موجود معانا في الاوبو F3. وخلونا نتكلم شوية عن الهاردوير على الموبايل بتاعنا. الموبايل ده معمول او مزود ببروسيسور اوكتا كور، بروسيسور ثماني النواة من ميديا تك. البروسيسور 1.5 جيجا هرتز مضروب طبعا في 8. الحاجة التانية اللي موجودة معانا في الجهاز وهنفتحها نتفرج عليها، قبل ما نفتح الجهاز طبعا عايزين نقول ان هو الميموري بتاعت الجهاز 64 جيجا بايت و4 جيجا رام. خلونا كمان نفتح الكارد سلوت بتاعتنا، فتحة بضغط خفيفة قوي ما حسيناش بيها، وهنخرج الكارد سلوت بتاعتنا. يمكن محشورة شوية، هم حاطين مكان المايكرو سيم يعني بلاستيكية، يمكن دي اللي كانت السبب ان هو محشور شوية. فده مكان الميموري كاردز بتاعتنا، او انا اسف السيم كاردز بتاعتنا. ده مكان الاول، وده مكان الكارت التاني، السيم كارد التاني، وهنا بيبقى الاس دي كارد بتاع الميموري. الحقيقه الموضوع ده ما كانش موجود في الموبايل F3 بلس، وانا ببص على الريفيوز يعني ال F3 بلس يا اما تاخد سيم كارد واحد ومعاه ميموري كارد، او 2 سيم كاردز من غير ميموري كارد. انما اللي بيميز الموبايل الاوبو ال F3 مش ال F3 بلس ان انت ينفع تاخد الثلاث حاجات مع بعض. ينفع تاخد 2 سيم كاردز ويبقوا شغالين مع بعض بالتناوب في نفس الوقت، او ويكون معانا كمان السيم كارد. خلونا نشيل السيم كاردز الوهمية اللي هم حاطينها دي ونجرب تاني ندخل الشريحة. لا اسهل بكتير، وحتى نجرب نطلعها تاني. بتطلع وتدخل بسهولة. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها هي البطارية بتاعت الجهاز بتاعنا. البطارية بتاعتنا بيلت ان، ما ينفعش ان احنا نفتح الجهاز ونخرجها، والبطارية بقوة 3200 ملي امبير، ودي الى حد كبير بطارية كويسة، اكبر من البطاريات بتاعة الايفون 5 والايفون 6، تقريبا الايفون 7 كمان. حتى الايفون 7 بلس يمكن بيوصل ل 2900 ملي امبير على حد ما اذكر، انما هنا البطارية اكبر بكتير. وفي الاندرويد طبعا احنا بنقدر نشوف كل ابلكيشن بتستخدم قد ايه من الانرجي اللي موجوده في البطاريه.
عندنا طبعا انرجي سيفر مود، وهيبان مع الاستعمال احنا فعلا البطارية دي كافية للموبايل زي ده ولا في مشاكل فيها. ده كان ريفيو سريع لأهم مميزات الموبايل اوبو F3. طبعا استنوا مني فيديو تاني عن المميزات بتاعة الكاميرا، وريفيو مفصل للكاميرا بتاعتنا، وطبعا ريفيو للسوفت وير بعد ما جرب التليفون النهارده. معلش اول يوم ليا مع التليفون فلسه ما اكتشفتش فيه حاجات كتير قوي. ده كان مجرد الانبوكسنج مع ريفيو سريع. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ده بليز اعملوا سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية.